أنا بقالي فترة ملاحظ على نفسي وعلى كل اللي حواليا إننا بنجري بشكل غريب ومستعجل طول الوقت. الصبح بنجري على الشغل، وبالليل بنجري علشان نخلص اللي ورانا، لحد ما بقى الجري ده إيقاع حياتنا الطبيعي. لدرجة إني ما كنتش فاهم، هو أنا بجري من حاجة ولا بجري لحاجة؟ من كام يوم كنت في وسط الزحمة، وصلت للإشارة وكانت لسه هتتحول للون الأحمر، وكل العربيات جنبي بتدوس بنزين علشان تعدي في آخر لحظة. كله بيحاول يعدي قبل ما الإشارة تقفل. أنا الوحيد اللي قررت أهدى واستنى الإشارة وهي بتقفل. ورايا واحد عمال يديني كلاكس ويقول لي الحق عدي بسرعة. في اللحظة دي الإشارة قفلت، وكل العربيات اللي جرت وعدت في آخر ثانية وقفت على بعد أمتار بسيطة عند الإشارة اللي بعدها على طول. محدش فيهم وصل أسرع مني، بالعكس، هم وصلوا برضو لنفس نقطة الانتظار اللي أنا فيها، بس وصلوا بتوتر وشد أعصاب أكتر. وهنا فكرت، كم مرة في حياتنا بنكون بنعمل كده؟ بنجري ونتوتر علشان بس نوصل لنفس النقطة اللي كان ممكن نوصل لها بهدوء وراحة بال. الجري ده بيخلينا نفوت حاجات كتيرة حلوة في وسط الطريق. صدقني، السرعة مش دايما هي الدليل على إننا ماشيين صح. في فرق كبير بين إنك تسعى وتشتغل، وبين إنك تكون بتجري زي اللي هربان من خياله. من النهاردة حاول تعمل زرار إيقاف مؤقت في يومك، دقيقة واحدة بس، تشوف فيها السما، تفتكر فيها موقف حلو، تضحك من قلبك. ما تخليش هدفك الوحيد هو الوصول، خلي هدفك إنك تكون حاضر في الرحلة، لأن اللحظة دي اللي انت فيها دلوقتي هي اللي انت تملكه بجد. ولما الإشارة تقفل قدامك، افتكر إن دي مش نهاية الطريق، دي مجرد فرصة علشان تاخد نفسك.